السلام عليكم. لتركيب القسطرة الوردية المركزية، قف في وضعية مريحة وجهاز السونار أمامك مباشرة. ابدأ في التعرف على مكان عظمة الترقوة وارسم خط وهمي لليمين هكذا، ثم ابدأ في التعرف على الوريد والشريان في منطقة الترقوة بالسونار زي ما هو موضح بالأزرق والأحمر. في بعض الأحيان مش بنقدر نشوفهم في مكان واحد، لكن يفضل محاولة التعرف عليهم حتى لا تدخل القسطرة في الشريان. الشريان عادة بينبض وبيكون موجود بشكل أعمق، في حين إن الوريد سطحي أكتر وبينقبض وبينبسط مع دائرة التنفس، وتقدر تحسه بإصبعك. بماسحة كحولية قم بتعقيم مكان الحقن شاملا منطقة الترقوة وأسفل الرقبة في اتجاه واحد. اترك الكحول يجف ثم ابدأ بتجهيز الأدوات. سرنجة بها مخدر، سرنجة بها إبرة مخصصة للقسطرة، سلك يسمى الجايد واير، موسع أو دايليتور، والسنتر لاين أو القسطرة، ماسحة كحولية، قفاز معقم أو دريبس، ووضعها على التري على سطح معقم، وتتأكد إن الإبرة مغطاة. ولازم برضو تتأكد إن كل الأدوات اللي هتحتاجها هتكون قريبة منك علشان تمنع إنك تكسر قواعد العدوى. ضع غطاء معقم على المريض للحفاظ على خصوصيته، تاركا الفتحة على منطقة الترقوة. حاول وضع جهاز السونار في المنتصف بحيث يكون الوريد أقل عرضة للانهيار وأكثر في القطر، وده مهم خصوصا لمرضى الهايبوفوليميك. قم بحقن المخدر الموضعي سطحيا حول مكان الحقن حيث سيتم عمل غرزة بها. تجنب تماما حقن المخدر في الوريد. استخدم حقنة فارغة 2 سنتي بإبرة كانولة القسطرة مع وضع السبابة على طول الكانولا لتسهيل الدخول الجانبي، ثم قم بإدخال إبرة الكانولا على طول الوريد. قم بسحب المدفع وخروج دم داكن للتأكد من الدخول في الوريد. قم بإزالة السرنجة واترك إبرة كانولة القسطرة. قم بإدخال الجايد واير في الإبرة وتأكد من دخولها في الوريد، والمكان السليم بالسونار بيكون في السب كليفن فين. قم بالكشف على منطقة الرقبة. إذا وجد بها الجايد واير ده بيشير إلى انحرافه عن السوبيريور فينا كافا ودخل في الانترنال جيجولار فين، واللي بيظهر بالشكل ده. لإعادة وضعه بشكل صحيح، اجعل وريد الجيجولار في منتصف شاشة السونار لتستطيع تحديد the superior vena cava، ثم ابدأ بتحريك الواير للسوبيريور فينا كافا بعد التأكد من مكانه. بتسحب الإبرة للخارج مع تثبيت الواير في الوريد هكذا. ثم قم بإدخال الدايليتور هكذا لتوسيع مكان الحقن علشان يناسب دخول السنترال لاين لحد العلامة اللي على الدايليتور، ثم إخراج الدايليتور مع تثبيت الواير. ثم إدخال الواير في القسطرة لتدخل في الوريد هكذا. ثم يخرج الواير مع القسطرة من المسلك البني، وبعدين تدخل القسطرة، وبعد كده تسحب الواير. ثم قم بقفل الكلامب فورا. ركب سرنجة بها صلاين، ثم افتح الكلامب، ثم اسحب المدفع ليخرج دم، ثم قم بحقن الصلاين، ثم إغلاق الكلامب. لتثبيت القسطرة بيتم عمل غرزتين من الغرز البسيطة مع ربطهم في القسطرة هكذا، ثم تثبيت القسطرة كالكانولا. لا تنسى دعمنا بلايك ومشاركة للفيديو مع أصدقائك ليستفاد الجميع. شكرا.